هذا اللي كتشوفوا دابا مدن بارد كيعطي الشهاده تاعو كانه واحد من الشهود وجيران الضحيه، ولكن الحقيقه هي دخونه غادي يصفيها على مرات صاحبه وغادي يلوحها قدام دارها، وهو نيت اللي غادي يعيط للقايد والمخزن، وهو نيت اللي غادي يعيط لصاحبه وغادي يقول لي هذا الخبر بواحد الدم اللي بارد. القصه طويله بزاف وكيف ديما كاع الاسماء غادي يكونوا مبدلين، وخلينا نبداو القصه من شتوكا يتباها. لحسن واحد الشاب على قد الحال غالب الوقت كيخدم غير في الفلاحه، المهم كيجيب نهارو باش ما كان. الحسن عاش حياته كامله بهذا الشكل حتى ل 2020، شاف راسو وصل للثلاثينات ووصل لوقت الزواج، فبدا كيقلب على شي عروسه وبصح نيت غادي يلقى واحد البنت سميتها سكينه، غادي يتفاهموا كلشي غادي يدوز هو هذاك وغادي يديروا العرس وغادي يتزوجوا وغادي تولي مراته. ومن ورا الزواج كيف قلت لكم الحسن راه غير على قد الحال، هادشي علاش غادي يكري واحد الدويره صغيره وغادي يسكن فيها هو ومراته. هاد الدار كانت في واحد الدوار قريب للخدمه تاعو بحكم هو خدام في الفلاحه، فبقاو ساكنين في ديك الدويره. الحسن خدام ومراته جالسه في الدار، ودازوا شهور على الزواج تاعهم حتى 2021 سكينه غادي تحمل بواحد البنيه. وفي نفس الوقت نيات الحسن غادي يتعرف على واحد الشخص اللي غريب على ديك المنطقه اللي ساكن فيها. هاد خونا كان سميتو محمد كان كيقلب على خدمه في نفس الدوميني تاع الحسن واللي هو الفلاحه، فلقى الباترون تاع الحسن وخدمو نيت مع الحسن في نفس البلاصه. وهنايا غادي تكون واحد العلاقه صداقه بين الحسن وبين محمد، وداو جابوا في الهضره. ومحمد قال للحسن بلي عنده 3 الوليدات وبلي ساكن في واحد البلاصه بعيد على ديك البلاصه اللي خدام فيها، وبلي كيتعذب بزاف، وبلي ما كرهش شي دويره قريبه لدار الحسن باش يبقى قريب للخدمه تاعو. وبصح نيت الحسن غادي يدبر لي على واحد الدويره قريبه نيت لدار الحسن وتا هي غير على قد الحال. هنايا محمد فرح هز وليداتو وجابون لديك الدار وسكن فيها، وبقات الحياه غدا مزيان ولاو جيران. مرات هذا كتمشي عند مرات هذا، اما هما فراه ديما مع بعضياتهم، كيمشيو للخدمه بجوج وكيجيو في العشيه بجوج، وحتى القهوه في الليل كيمشيو ليها بجوج. فتكونت واحد العلاقه صداقه كبيره بزاف بيناتهم، لا هما لا عيالاتهم. حتى الاخر تاع 2021 سكينه والحسن غادي تزاد عندهم واحد البنيه وغادي يفرحوا بها بزاف، ومحمد ومراته عاونوهم وقفوا معاهم مزيان، وزادت العلاقه تاعهم قوات اكثر واكثر، ولاو كيتشاركوا في كل شيء لدرجه الاسرار تاع هذه العائله كاين عند هذه العائله الاخرى. في هذا الوقت كامل الحسن ومحمد كانوا خدامين في نفس الخدمه، كيمشيو في الصباح بجوج وفي العشيه كيجيو بجوج، وحتى في الليل كيجلسوا في نفس القهوه. وكانت بيناتهم واحد الصداقه اللي قويه بزاف. حتى لواحد النهار محمد غادي يقول للحسن ما تجيش عندي غدا في الصباح راه ما غاديش نمشي للخدمه. هو يسولو الحسن قال ليه ويلي علاش، ويقول لي محمد صافي طلعت لي الخدمه في راسي وبغيت نقلب على شي حاجه احسن. فقال لي الحسن صافي الله ييسر، وداكشي نيت اللي وقع. صباح الصباح الحسن هز حوايجو ومشى للخدمه، اما محمد بقى ناعس في دارو. هادشي بقى تقريبا شي 15 يوم، والحسن كيمشي بوحدو للخدمه اما محمد فكيبقى في دارو. حتى لواحد النهار الحسن خدام مع ديك الوحده تقريبا ويصوني ليه التليفون، كيقلب تيلقى صاحبو كيجاوبو الو الو ياك لاباس، تيقول لي محمد كنت غادي لداري حتى كنلقى واحد الراجل ناعس حدا دارك ومغطي، وفاش كنقرب ليه كنلقى يديه عامره بالدم، وقال لي راه علمة المقدم والدرك وراه كاملين كاينين هنايا. وهنايا الحسن تخلع، هادشي راه ما مولفش كيسمعوا، داك الدوار عندهم ما فيهش المشاكل وما عمرهم سمعوا شي اخبار بحال هادي. فقال محمد سير دق على مراتي وشوف واش كلشي لاباس، وداكشي نيت اللي وقع. قطع التليفون واحد شويه ويعاود يصوني ليه، قال لي لا والو راه ما كندق حتى كنعيا وحتى واحد ما كيجاوب. الحسن قلبه مرتاحش وحس بلي شي حاجه ماشي هي هذيك. ويلي مراتو راه ديما كتفيق بكري وراه ما عندهاش فين تمشي، وحتى واحد ما كتمشي عنده في داك الدوار من غير مرات محمد، وبما انها ما كايناش عندها فراه ما كاينش فين تمشي. هادشي علاش ما عطاتوش خاطرو يبقى خدام وطلب من الباترون تاعو يرجع للدار يشوف. وداكشي نيت اللي وقع، نسا كانت قاده يرجع للدوار وهو داخل الدرب تاعو كيتفاجئ بلي الدرب عامر كامل بالناس، الدرك الملكي القيد كلشي عامر. وهو كيقرب كيجر واحد الدراكي وقال لي اجي تتعرف على الضحيه. الحسن قد ما كيقرب قد ما قلبه كيتزير اكثر. فاش وصل عند الضحيه وراوها لي كيتصدم بلي الشخص اللي قال لي صاحبو راه يقدر يكون راجل كانت مراه، وصدمه كبيره هي ديك المراه مراتو سكينه. الحسن الدنيا دارت بيه وما عرف ما يقول. مراتو اللي خلاها في الصباح بخير كيرجع كيلقاها في واحد الحاله اللي خايبه. هنايا جروه الجيران وبداو كيهدنوه، والدرك الملكي بداو الخدمه تاعهم وكيجمعوا الادله، جمعوا البصمات اللي كانوا في داك الباش اللي كانت مغطيه به الضحيه، ودخلوا حتى للدار. وفي ديك المعاينه كيلاحظوا بلي الباب ما مفروش، بلي الباب محلول، والدار ما فيها حتى نقطه تاع الدم.
الدم كامل كاين في الزنقه وقدام الدار، والدار لداخل مرونه كامله. يعني داك مول الفعله كان كيقلب على شي حاجه. هنا عيطوا للحسن وقالوا لي ادخل الدار وشوف واش مسروق عليك شي حاجه. وفاش دخل الدار اكد لهم الهضره نيت، قال لهم 1,500,000 كنت جامعه باش نشري واحد الارض راه مهزوزه وما كايناش. وهنا يتاكدوا باللي مول هذه الفعله كانت الغايه تاعو هي الشفره. دارك الملك يقلبوا حتى عيا ولكن تلفوا وما لقاوش شي راس الخيط اللي يشدوه ويمشيو معاه، حيت داك الدوار ما عمر شي حاجه وقعت فيه بحال هكا. دارك الملكي غادي يدوي مع محمد صاحب الحسن بما انه هو جارو وهو اول واحد شاف الضحيه. محمد غادي يعاود لهم داكشي كامل اللي شاف وحتى داكشي اللي دار في نهارو كامل، وكان متعاون معاهم لواحد الدرجه اللي كبيره. هنايا القضيه غادي تولي معروفه في المغرب كامل وغادي دير بوم، وقنوات كبار غادي يجيو لديك البلاصه، وتقريبا كاع القنوات غادي يبان فيهم محمد هو اللي كيدوي. والفيديوهات تاعو طلعوا بزاف وكل شيء ولا كيدوي على هذه القضيه وكل شيء كيتسنى الجديد، وبغاو يعرفوا شكون مول هذه الفعله. هنايا الدرك الملكي غادي يجيبوا الكلاب وغادي يبقاو يقلبوا في ذوك المناطق على الله يلقاو شي دليل. هنايا الكلاب بقاو تيقلبوا واحد المده حتى وقفوا كاملين قدام واحد البير وبداو كينبحوا. هذا البير كان قريب من داك الدار تاع الحسن ومحمد. هنايا الدرك عرفوا بلي كاينه شي حاجه وسط داك البير. في البلاصه كيعيطوا المختصين وكيجيو وكيهبطوا لذاك البير اللي كان عامر بالماء. بقاو كيقلبوا شويه ومن بعد مده قصيره غادي يلقاو واحد الصاك، وفاش غادي يطلعوه وغادي يحلوه غادي يلقاو فيه واحد الموس. داك الموس اللي كان عامر زائد كانوا فيه حوايج اللي منهم واحد الفوقيه وشي حوايج اخرين اللي حتى هما كانوا عامرين. هنايا الدرك الملكي جاتهم شي خبار بلي كاينين شي فيلات قراب لذاك البير فيهم شي كاميرات. هنايا غادي يمشيو نيشان لدوك الفيلات وغادي يقلبوا الكاميرات تاع واحد الفيلا، وبصح نيت كان شاد داك البير مزيان وتعرفوا على داك الشخص اللي لاح داك الصاك. وهنايا غادي يتصدموا كاملين حيت مول هاد الفعله كان هاد الوقت كامل حداهم كيدور وحتى واحد ما شك فيه. مول الفعله هو محمد صاحب الحسن، هذاك اللي النهار كامل هو كيدوي وشاد الميكروفون هو مول الفعله. تخيلوا معايا مصفيها المراه وفي نفس الوقت كيضحك وكيعطي تصريحات وداير راسو ما واقع والو. وهادشي كامل علاش؟ حيت صاحبو الحسن قال لي راه جا ماشي بركه وباللي غادي نشري واحد الارض ونبني فيها داري. هاد الهضره بقات كدور ليه في بالو ديما، وهادشي علاش وقف من الخدمه وبدا كيخطط ودار خطه كبيره باش يسرق ديك الفلوس. وكون غير كان شي فلوس كثيره 1.5 مليون كانت كافيه باش تخليه يصفيها المراه. خطط لكل شيء ودار فعلته، ولكن ربي كبير والروح عزيزه عند الله. فكر في كل شيء وما فكرش باللي كاين الله اللي غادي يبين الحقيقه. الحسن مسكين بقات عنده بنته وبقى في ذاك الحزن حيت مراته هذيك وراه 10 سنين. ومحمد فاش عرف راسو حصل غادي يهرب، ولكن ما غاديش يدوز بزاف حتى غادي يشدوه وراه كلشي باين وكاع الدلائل باينين. في هذا الوقت ما كاينش شي حاجه سميتها صاحبي. الاسرار تاعك خاص تخليهم عندك بوحدك وما خاصك تقولهم لحتى واحد حيت ماشي كلشي زين والشيطان يقدر يبدل عليك صاحبك ويخدرك. وانتم شفتوا القصه تاع الحسن فرمشت عين ضاعت ليه حياته وضاعت ليه عائلته. ردوا بالكم وما تبقاوش تعاودوا كل شيء للناس. هادشي اللي كان معكم زهور صامد. اذا كانوا كيعجبوكم بحال هاد القصص بارطاجيو الفيديو. تهلاو.